سلام، جبت لك كيكه المول العجيب خطيره بالكريمه اللي فيها واحد المكون ما يخطرش على بالك. تبعي معايا. غنحتاجو جوج ديال البيضات، قبصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وكاس لاروب ديال السنيده. غنخلط كلشي مزيان وغنضيف كاس لاروب ديال الزيت وانا كنخلط، وغنضيف كاس ديال الحليب. غنخلط كلشي مزيان. غنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق نضيفو غير بشويه بشويه وضروري ما نغربلوه. غنضيفو جوج كيسان ديال الدقيق وجوج ساشيات ديال الخميره. صافي غنخلط كلشي مزيان حتى ينسجم ليا الخليط ديالي وغنديرو في المول. هنا وجدت المول ديالي كما كتشوفوا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودرت فيه الخليط ديالي ديال الكيك. غندخلو الفران حتى يطيب ليا وغندوز باش نوجد الكريمه. بالنسبه للكريمه غنحتاجو جوج كيسان ديال الحليب، جوج معالق ديال السنيده على حسب الذوق، وجوج معالق ديال المايزينا. غنخلط كلشي على البارد وغنديرو فوق البوطه مع التحريك المستمر على نار اللي هي مهيله حتى يعقد ليا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما عقد ليا حيتهم فوق البوطه ضفت عليه فلون كراميل. هذه هي الاضافه اللي قلت لكم، كتجي الكريمه خطيره، كيجي الكيك خطير، ما تشبعوش منه. خلطت الكريمه ديالي مزيان حتى انسجمت ليا. غنضيفها للكيك ديالي كما كتشوفوا وغنخليها حتى تبرد. مهم فاش غتبرد غنزينها من الفوق. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه. انا هنا زينت بالصوص كراميل. الا بغيتوا الوصفه ديال صوص كراميل خليوها ليا في التعاليق ونوجد معكم ان شاء الله الوصفه. كما كتشوفوا درت خطوط من صوص كراميل وخديت كوردون وغنزين على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي هذا هو الكيك ديالي، كيجي غزال البنات، ما تشبعوش منه. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم.